السلام عليكم. في الفيديو ده هنعمل مقارنة كاملة بين السامسونج جالاكسي A07 وريدمي 15 سي، والنسختين هم نسخ ال 4G، مفيش منهم نسخ 5G في المقارنة دي. وهنتكلم عن الفروقات الواضحة ما بينهم، وفي نهاية الفيديو هقول لك تشتري انه فيهم لو عايز تشتري موبايل. لكن خلينا نكمل مع بعض نشوف ايه الفروقات اللي بينهم. لكن لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس، ويلا بينا. بداية كده في التصميم ال A07 بيجي ب 184 جرام، لكن 15 سي بيجي 205 جرام. والجزء ده هيخص الناس اللي بتحب الموبايل الأخف. طبعا كده عندك ال 15 سي بيكون أتقل شوية. أما خامات التصنيع بقى بتيجي من البلاستيك في ال A07، لكن في ال 15 سي بتيجي إزاز مع جلد مع إطار من البلاستيك، ودي حاجة برضو مش هتفرق كتير بالنسبة لو حد ما بيحبش الحاجات الإزاز، لأن أنت عارف إن الظهر لما بيتكسر وبيكون إزاز بيكلفك، ودي حاجة أنا مش برشحها في أي موبايل اقتصادي. بالنسبة لحجم الشاشة، حجم الشاشة بيجي في ال A07 6.7، لكن بيجي في ال 15 سي 6.9، وكده فرق الشاشة، فرق حجم الشاشة بيروح لل 15 سي. لكن نوع الشاشة بقى بيجي في ال A07 BL اس ال سي دي، لكن في ال 15 سي اي بي ال اس دي. لكن دقة الشاشة بقى بتيجي هنا 720 في 1600، وهي نفسها اللي موجودة في ال 15 سي. اما عندك كثافة البكسلات، ودي نقطة تفوق في كثافة البكسلات، لكن مش كبيرة قوي لصالح ال 15 سي، لانه بيجي ب 254 بكسل، لكن ال A07 بيجي 262 بكسل. وعندك بقى معدل تحديث الشاشة بيجي في الاي 07 90 هرتز، لكن في ال 15 سي بيجي 120 هرتز. اما بقى بالنسبة للكاميرات، الكاميرات هنا هي جاية افضل لصالح الاي 07، مع لان انت ممكن تشوف التصوير يكون افضل كتجربة عملية في ال 15 سي. لكن الكاميرا الامامية هنا بتيجي ب 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.8، وعدسة تانية 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.4. لكن في ال 15 سي عندك ال 50 ميجا بكسل. للوهلة الأولى في التصوير هتحس إن تصوير ال 15 سي أفضل، لكن من خلال التجربة العملية واجهة وان يو 7 اللي نازلة على الاي 07 مع الاندرويد 15 مع السوفت وير بتاع سامسونج نفسه بيديك تصوير افضل. اما بقى بالنسبة لدقة تصوير الفيديو نفسه، عندك ال A07 بيديك 1080 على 30 و60 فريم، اما ال 15 سي بيديك 1080 على 30 فريم فقط. بالنسبة للفلاش موجود في الاتنين. اما بقى الكاميرا الامامية بتيجي في الاتنين نفس الكاميرا الامامية 8 ميجا بكسل. وتعالى بقى للنقطة اللي هتفرق معاك جامد جامد، وهي المعالج. المعالج بيجي في الاي 07 الهيليو جي 99، والهيليو جي ده حضراتكم عارفين ان هو ما بيكونش موجود في الفئة دي. يعني ده كده ارخص هاتف في معالج الهيليو جي 99، وده هيديك اداء كويس جدا جدا بالنسبة لسعر الهاتف. اما بقى المعالج في ال 15 سي بيجي هيليو جي 81 الترا بتكنولوجيا 12 نانو، تكنولوجيا التصنيع 12 نانو، لكن تكنولوجيا التصنيع في الاي 07 6 نانو. فدي بتفرق كتير في الاداء وفي سرعة الموبايل. اما المعالج الرسومي هنا برضه هيجي لصالح الاي 07، لانه بيجي من نوع ميلي جي 57، اما في ال 15 سي بيجي ميلي جي 52. اما بقى بالنسبة للبصمة، البصمة هتيجي مدمجة في الاتنين في زرار الباور. اما بقى بالنسبة لسنوات تحديثات، بص سامسونج في فئة الاي 0 دي كنا متعودين منها ان دي فئة اقل فئة في سامسونج، فما كناش بناخد سنين التحديثات دي، لكن سامسونج منزله لك 6 سنين تحديثات مع الموبايل ده. اما بقى بالنسبة للمستشعرات، ولو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اما بقى بالنسبة للمستشعرات، المستشعرات هنا بتكون في الاي 07 هاردوير حقيقية، لكن كعادة شاومي دايما المستشعرات موجودة في السوفت وير، واهمهم مستشعر التقارب بتاع المكالمات موجود في السوفت وير، وانتوا عارفين ان ساعات بيعمل مشكلة لما بيكون موجود في السوفت وير. اما الاتنين بينزلوا بنظام اندرويد 15، لكن اللي هيفرق معايا انا هنا الواجهة الوان يو اي 7 من هايبر او اس 2، لكن الوان يو اي 7 اسلس وافضل مع معدل التحديث، بتعوض معدل التحديث بتاع الشاشه اللي هو 90 هرتز و15 سي 120 هرتز. لا، انا بالنسبه لي انا واجهه وان يو اي 7 هتعوضك عن التردد بتاع ال 120 هرتز، لان هايبر او اس
كلنا عارفين إن هي واجهة تقيلة شوية. أما بقى بالنسبة للبطارية ودي نقطة تفوق البطارية لل15C لأنه بيجي ب6000 ملي أمبير، أما في الA07 بيجي 5000 ملي أمبير، وسرعة الشحن مع ال15C بتيجي 33 واط، أما في الA07 25 واط، وكمان بيجي الشاحن في ال15C بيكون موجود في العلبة. أما حضراتكم عارفين إن سامسونج من بدري ما بتنزلش الشواحن في علبة الموبايل. أما بالنسبة للبلوتوث، تردد البلوتوث هنا بيفرق ال15C 5.4 وفي الA07 5.3 تقريبا، مش هيفرق كتير. ال NFC الاتنين ما بيدعموش ال NFC، والصوت الاتنين مونو، ومدخل ال3.5 ملي الاتنين بيدعموا. اما بقى بالنسبة للسعر، فالسعر هنتكلم عن نسخة 628 لان الاتنين بيعملوا 6000 جنيه او 6100 بمعدل 125 دولار. وبكده احنا بنتكلم عن نسختين متقاربين جدا، بل يكادوا نفس السعر مع بعض. الفرق الوحيد ما بينهم كده في السعر ان انت مع السامسونج هتشتري شاحن. اما بقى هقول لك الخلاصه في الاي 07 واجهه وان يو اي 7 وتحديثات اكتر واعتماديه بالنسبه لشركه سامسونج، افضل من شركه ريدمي كاعتماديه، وهو ارخص موبايل حرفيا شغال بمعالج هيليو جي 99. عندك بالنسبه لنقاط قوه ال 15C، البطاريه وسرعه الشحن، البطاريه هنا 6000 ملي امبير، وسرعه الشحن كمان هنا 33 واط اعلى، وتردد الشاشة، وكمان ان الشاحن بيكون موجود في العلبة، ودي اهم النقاط والفرق بين الاتنين. وشوف حضرتك لو حابب، انا كده وضحت لك الفروقات ما بين الاتنين، واختيار الشراء ده يرجع لك. لو حابب حاجة اعتمادية بتحديثات اطول هيكون السامسونج الاي 07. اما لو انت مستخدم دايم لشركة شاومي فلا، الموبايل ده هيديك اداء كويس، لكن اللي بيفضل الاي 07 وهيخليه افضل حاجة في الفئة دي هو المعالج الهيليو جي 99. وفي النهاية ما تنساش اكيد لايكك بيدعمنا واشتراكك هيساعدنا.